دلوقتي انا بعمل الكم. بالنسبه للكم زي ما عملنا في الوش والظهر بنلتزم بطول واحد وبنشتغل لحد ما نوصل للعرض اللي احنا عايزينه. الخطوه دلوقتي اللي احنا هنعمل الاسوره بتاعتنا بغرزه البليسيه. نحط الطرفين على بعضهم. هنلاحظ هنا حاجه، انا في لما نيجي نخيط مع بعضينا القطعتين بيبقى في عندنا كل قطعه فيهم ليها فتلتين او ليها 2 لوب او. طيب احنا دلوقتي المفروض عايزين نبتدي نعمل الزراير بتاع البلوفر وعروة الزراير بتاعة البلوفر. دلوقتي احنا المفروض شغالين في الكنار، تمام. هنشتغل في الكنار بحيث ان احنا الاول جبنا البلوفر بتاعنا لسه احنا مخيطناهوش، بس ده الوش وده الظهر هنا نحطهم على بعض. المفروض ان الكنار هياخد البلوفر من تحت يلف لحد فوق، فاحنا شغالين في الكنار بدايته اهي، المفروض هيلف بالمنظر ده. طبعا بقى ايه لما انا هسيب الكاميرا هظبط الدنيا كلها، وهيلف بحيث ياخد كمان الياقة وبعدين ينزل معانا بقى لهنا. طيب انا دلوقتي مبدئيا كده هيبقى ده الحته اللي انا هركب فيها الزراير، ماشي. فانا جايبه الزرار بتاعتي هي دي، هوزعها في الاماكن اللي المفروض هيتركب عليه البلوفر. المكان اللي المفروض هيتركب فيه العروه بتاعه الزراير دي، تمام. طيب جيبوا الزراير وركبوها، او انتوا اعتبروا احنا البدايه بتاعتنا هنا، وبعد كده هيبقى ده الكنار. المفروض ان هو البلوفر هيبقى بيتقفل كده، تمام. فالزراير هتبقى هنا، فنركب زراير بالتوزيعه اللي احنا محتاجينها. انا هوريكم التوزيعه بتاعتي بعد ما اخلصها، بحيث ان هي نبقى عارفين اماكن الزراير فين وهحجمها قد ايه عشان نعمل العروه عليها. طيب انا دلوقتي شلت طبعا البلوفر، انا كل اللي يهمني الكنار اللي انا لسه هكمل شغل فيه واللي هعمل فيه العروه لحد ما اوصل للطول اللي انا محتاجاه، وبعد كده هنبتدي بقى نخيط كل حاجه مع بعضها. المهم الكنار جبته بعد ما كنت علمت اماكن الزراير. طبعا انتوا شايفيني انا ركبتها بشكل كروكي، مكانها مظبوط، لكن طريقه التركيب انا جاست خيطتها او ربطتها بالخيط بتاعنا. لسه انا هخيطها بقى بالابره والفتله العاديين علشان طبعا تبقى محكمه، بس مبدئيا ده شكلها او الاماكن اللي هتبقى فيها. وهنبتدي بقى دلوقتي نشتغل العروه بتاعه الزراير دي في شكل في الكنار بتاعنا اللي هو معمول بغرزه البليسيه. طيب في حاجه مهمه، المكان اللي انتوا حطيتوا فيه الزرار. انا بالنسبه لي انا هنا دول 8 غرز، سبت ال3 الاولانيين. الزرار لقيته واخد غرزتين، فادي كده 3 و2 5، وسبت ال3 التانيين. ده لان انا عامله الغرز بتاعتي 8 غرز، انا عايزه الزرار يبقى في النص بالظبط، فبالتالي كان النص بالنسبه لي اشتغلتها في النص. لقيت ان حجم الزرار بمقام هو شكله يدل يبان ان هو 3 غرز، بس احنا لما هنيجي نعمل العروه هنعملها بغرزتين. ليه؟ علشان مع القلع واللبس العروه ممكن توسع والصوف بيمط، فاحنا نضيق مش نوسع، يعني نخليها الأضيق مش الأوسع. فالمهم الزرار انا بالنسبه لي كده في النص، في النص الغرزتين في النص واخد غرزتين و3 قبليه و3 بعديه، وبالتالي هو كده في نص ال8 غرز بتوعي. طيب بعد ما بتخيط اماكن الزراير بالطريقه المظبوطه على مسافه مظبوطه من بعضيهم، بنيجي بقى عشان نشوف هنعمل العروه ازاي. طيب انا كنت عملت عروه اول زرار زي ما انتم شايفين كده، ماشي. عايزه بقى اعمل العروه التانية، لسه شويه على العروه التانية، فانا هشتغل الصفوف اللي في النص دي لحد ما اوصل لمكان العروه التانية. احنا كده جينا لمكان العروه التانية اللي المفروض هنشتغلها. دي الاولانيه، هنعمل التانية هنا. افتكروا ان انا قلت لكم ان انا الزرار بتاعي عاملاه بما يعادل
غرزتين اللي في النص، يعني 3 قبليه، وبعدين غرزتين العروة غرزتين الزرار والعروة، وبعدين 3 غرز اللي بعد كده. طيب هنبتدي نشتغل اول 3 غرز، 1 2 3. مش نيجي بقى لمكان العروتين، احنا قلنا احنا عملناهم زرين، فهنعمل عملناهم غرزتين، فهنعمل غرزتين لوحديهم، هنسيب 1 2 وهنشتغل ال3 اللي بعد كده، او هنشتغل في ال3 اللي بعد كده. 1 2. موضوع غاية في البساطة. 1 2 3. وبعد كده نشتغل بقية الصفوف بتاعتنا عادي جدا لحد ما نيجي للمكان العروة اللي بعد كده. انا ارتفعت غرزة وابتدي اشتغل اللي بعديها، ادي 1 2 1 3. اوكي. بعد كده بقى نبقى نشتغل الاتنين، دي هتبقى ضيقة شوية لان هو فعليا احنا عملنا غرز من اول وجديد. ماشي. بعدين 3 اللي هما بعد الحرف 1 2. وبعد كده هنرتفع ونشتغل عادي لحد ما نيجي لمكان العلورة اللي بعد كده. هنخلص العروات كلها، وبعدين هنخلص الكنار طوله كله اللي هو هيبقى طول البلوفر من قدام، او البلوفر بالكيرف بتاع الرقبة، وهنقفل الكنار، ونبقى احنا كده قفلنا كل القطع الخاصة بالبلوفر. والمرحلة اللي بعد كده اللي احنا هنتعلم ازاي نخيط كل القطع دي مع بعضها. فهنخلص، والى هناك.